مطرب راي معروف كل الوطن العربي. فاش شاف رجال الامن رفض يتعاون، واللي كان معاه في السياره لقى راسو في المستشفى في ظرف ثواني معدوده. بقاو معنا لتفاصيل اكثر بعد شهر. مرحبا بكم معنا في قناتكم اخبار وان متتبعينا الكرام في فيديو جديد. المطرب الجزائري الشهير رضا الطلياني لقى راسو في قبضه الامن مدينه المحمديه. القصه بدات عشيه يوم الخميس في وقت كانت فيه المدينه تعيش حاله هدوء، غير ان هذا الهدوء ما دامش. حادثه السير وقعت بين السياره ديال الفنان وسياره اخرى في ظروف كتشير انه كان في حاله غير طبيعيه. وحسب المعطيات المحليه عناصر الامن اللي وصلت للمكان لقاو رضا الطلياني رافض يخرج من السياره ورافض حتى يسلم الوثائق ديال السياقه. الوضعيه بقات متوتره لمده، والامن حاولوا يقنعوه بالطريقه الهادئه قبل ما يتخذ الاجراءات اللازمه. الاخطر من الشيء هو ان الشخص اللي كان معه في السياره تدهورت الحاله الصحيه ديالو، الشيء اللي خلى عناصر الامن يتدخلوا بسرعه وينقلوا للمستشفى باش يتلقى العلاج اللازم. في الاخير تمكنت مصالح الامن من اخراج الفنان من السياره ونقله لمقر الدائره الامنيه فين تم وضعه رهن الاجراءات القانونيه. القضيه دابا تحت اشراف النيابه العامه، والتحقيقات مازال ماشيه باش يتم تحديد كامل ظروف وملابسات هذه الواقعه. يعني اي تفصيل زائد على اللي تاكد من مصادر رسميه خاصكم تاخذوه بحذر. الى شي معلومه رسميه جديده غنشرها في قناتنا في اسرع وقت ممكن. دابا نرجعوا للموضوع ديالنا. هذه ماشي اول مره رضا طلياني كان سبق له يتوقف في نفس المدينه المحمديه سنه 2020 في قضيه مشابهه مرتبطه بالسياقه بحاله سكر. خرجت اصوات كتقول لازم القانون يتطبق على الجميع بلا استثناء، وناس اخرى كتقول خاص ننتظروا نتيجه التحقيق قبل ما نحكموا. نتوما معامل قولوا لنا في الكومونتيرات. الا كنتم مهتمين باخبار المشاهير المغاربه كاين تفاصيل سرقه سميره الداودي صحفيه تشوف تي في، وايضا ظهور حقيقه اغتصاب لبنى الجوهري غيبانوا لكم دابا في نهايه الفيديو. دخلوا تفرجوا باش تعرفوا التفاصيل. وهنا وصلنا للنهايه. في الاخير ما تنساوش ديروا لايك، تشاركوا الفيديو وتشتركوا في القناه باش يوصلكم اخر المستجدات اول باول. كنتم مع قناتكم اخبار واللي كتجيب الحقيقه ولا شيء غير الحقيقه. شكرا على المتابعه ونتلاقوا في فيديو جديد.